بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم الزلازل كنتي سمتينا نقامت اللف في قناتكم حلويات اليانا غاتو والزلفله كنت خواتاتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفه الطابع التقليدي الجزائري بادق التفاصيل. بسم الله، نقولوا بسم الله. هنا اول حاجه، هنا البنات ديت كيله تاع بيض وزدت لها بيضه، نحيت صفار باش ندهن به من الفوق. يعني درت لي 4 بيضات، زدت لها البياض هذاك اللي بقى والصفار درتو للدهن. وهنايا ديت ملعقه صغيره تاع لافاني. وهنا مبشور الليمون، راكم عارفين الوصفه التقليديه كامل تاعنا تبغي له زيت دو سيترون. وهنايا نزيد لها كوب او كيله تاع سكر العادي. ومن بعد نخلط مليح بالباتور. هنا الملاحظه اللي حبيت نمدها لكم، انه كثير يقولوا لي الطابع يخرج يابس. دوك نفهم لكم علاه يخرج يابس لانه ما تخلطوش مليح السكر والبيض. لازم السكر يذوب في البيض. انا ما نساوش القرصه تاع الملح البنات. ومن بعد نبقى نضرب هكذا به. يعني اللي ما عندهاش باتور تقعدوا تمحروا فيها في الباسينه تاعكم حتى وين يرجع هكا اللون تاعو. ومن بعد نبداو نضيفوا له الكاس تاع الزيت. الكاس اللي عندكم تاع 220 مليلتر ولا تاع 250 عادي جدا، يعني زوج تصدق فيهم الوصفه. ونبقاو نخلطوا حتى يرجع الخليط هكا. اذا الملاحظه المهمه البنات هو انه لازم البيض يتخلط جيدا مع السكر. هنا داك لو زيت دو سيترون اللي راهو هنايا راني نحيته كامل باش نخلوه في الطابع. ومن بعد هنا البنات نبداو نضيفوا في الفرينه تدريجيا، ونضيف كيس خميره كيميائيه او ما يعادل 10 غرامات. ونبقى نخلط بيديا حتى نتغسل على عجينه ما تكون يابسه ما تكون طريه بزاف. شوفوا كون تجو يابسه الطابع يجي يابس، كون تجي طريه بزاف الطابع يطيح لكم في الفور. انتبهوا للملاحظه، تكون متماسكه. هنايا راكم تخدموا كاين الوصفات الجديده اللي راهم يزيدوا لها كوب تاع مايزينا تقدروا، انما الوصفه التقليديه غير بالفارينه. ومن بعد تدوها تحلوها هكذا بالحلال كما راكم شايفين على سمك ما يفوتش ل1 سنتيمتر، يعني ما يفوتش ل1 سنتيمتر. هي اصلا تزيد تنفخ في الفور. وبالنسبه للطابع تقدروا ديروا مربع دائري قلوب. يعني التقليدي تاعنا كاين واحد تشكيله يجوا فيها 7 انواع نعيطوا لها تاع الطابع. يعني هذيك كل واحد يدير واش يحب. انما الطابع الجزائري تاعنا الاصلي تاع الدار ما يجيش كبير بزاف، يجي متوسط ولا صغير. هذه فقط للمعلومات. هذا هو. شوفوا البنات كاع هذه الكميه اللي مدتها لي، حبيت نصورها لكم هنا باش تشوفوهم. ومن بعد ندوهم ونجيب هذاك صفار البيض اللي نحيته. هاو صفار البيض ضفت له هنا ملعقه صغيره تاع لافاني. علاش نضيفوا له ملعقه صغيره تاع لافاني؟ هذه الملعقه صغيره تاع لافاني راح تنحي هذيك السفوريه تاع صفار البيض، وراح ثاني تعطي لها تحميره شابه. شفتوا كيفاش جاتني محمره في الطبسي ذاك اللي حطيته فيها. وبعد هنا تقدروا ديروا لها هذاك الفيرميسيل الملون، ولا ديروا لها السكر كيما احنا التقليدي تاعنا فقط. يعني هذا كيبقى اختياري حتى نكملوا كامل. الفرن تاعها خواتاتي فرن 180 درجه. كي تتحمر مليح من الاسفل نشعلوا لها 5 دقائق باش تدي تحميره شابه من الفوق. ما فيها حتى حاجه. هذا هو الطابع التقليدي الجزائري تاعنا. وشتوا الكميه ما شاء الله، يعني تخرج كميه مليحه. ان شاء الله نرجعوا للعاده تاع الحلويات العيد تاعنا يكون فيها يعني مازال الناس مازال محافظه على هذه العاده، انه يكون فيها الطابع فوق الطابله في العيد. وكاين جماعه اللي بدات تنسى هذو التقاليد. ان شاء الله يا ربي نرجعوا لهذو التقاليد لانه صراحه حلوه محبوبه. شوفوا هنا كيفاش خرجتني اللون تاعها يهبل. هذا هو لافاني اللي عطات لهذا اللون البنات، لافاني وصفار البيض. شوفوا هنا اللون تاعها من تحت تجي حميمره ومن الفوق ثاني تجي حميمره. ودروك نقسمها لكم وتشوفوها ان شاء الله تجربوها خواتاتي. هاي شوفوا الطراوه تاعها. بالتوفيق ان شاء الله خواتاتي. افودي قرزنا حداين جا كنت لهنا التلويث ارثي مليليس ان شاء الله.